بغياب ريال مدريد وبرشلونة، بيلباو يأمل بإنهاء الصيام عن الألقاب دام 40 عاما. يتطلع أتلتيك بيلباو إلى وضع نهائيين مخيبين للآمال في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم وراء ظهره، والفوز في محاولته الثالثة في 5 مواسم عندما يواجه ريال مايوركا في مدينة إشبيلية، لإنهاء فترة صيام طويلة دامت 40 عاما عن تحقيق الألقاب. وبعد الخسارة أمام غريمي الباسكي ريال سوسيداد في 2020 وبرشلونة في 2021، وصل بلباو إلى نهائي كأس إسبانيا للمرة 40، ويسعى أيضا إلى إنهاء الدوري بين الأربع الأوائل تحت القيادة الهائلة لمدرب برشلونة السابق إرنيستو فالفيردي. ولم يخسر الفريق الباسكي على أرضه منذ أوائل أغسطس آب الماضي، ويحتل المركز الخامس في الدوري ويقدم أداء رائع أسعد جماهيره التي تستعد لغزو شوارع المدينة الجنوبية. من المتوقع أن يسافر أكثر من 82 ألف مشجع من إقليم الباسك إلى إشبيلية، نصفهم من دون تذاكر، لحضور المباراة التي ستقام على ملعب لاكارتوخا الذي نفذت جميع التذاكر ويتسع لنحو 60 ألف متفرج. وسيفوق عدد مشجعي بلباو عدد مشجعي مايوركا بنسبة 4-1 وفقا للسلطات الإسبانية التي أطلقت عملية خاصة تضم 1500 ضابط وعنصر لتأمين ما يزيد قليلا على 100 ألف مشجع. وآخر مرة فاز فيها بلباو بلقب كانت في عام 1984 حين تغلب على برشلونة بهدف نظيف في سانتياغو برنابيو. يرفع كأس الملك إسبانيا المرة 23، إذ لا يزال في المركز الثاني خلف برشلونة برصيد 31 لقبا. وبيلباو هو رابع أقدم نادي في إسبانيا من بين 3 أندية لم تهبط قط إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة، مع الحفاظ على ولائه لفلسفته الفريدة متمثلة في إشراك لاعبين من أصل باسكي فقط، واعتبرا ذلك وسام شرف.